لا أعلم أحد أرقى في الدرجات من حافظ القرآن، لأن حافظ القرآن إذا كان عاملا به هذا في أعلى المنازل في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المعروف يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث هو الذي أطار النوم من أعين السائرين في حفظ القرآن. أنا أقول: كيف يهنأ لحافظ أو للسائر في حفظ القرآن نوم حين يقرأ هذا الحديث؟ كيف يأتيك نوم وأنت ما زلت هناك آية لا تحفظها في القرآن؟ أنت عارف إن في واحد جنبك معديك بآية، إزاي أنت مستريح كده؟ يعني إزاي أنت مستريح؟ الحاجات اللي دفعت الواحد بفضل الله لحفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى بتوفيق الله هو هذا الحديث.